السلام عليكم يا أعزائي المشاهدين. اليوم بتكلم لكم عن قصة ماشا والدب الحقيقية. بس قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة وخلوكم مع المقطع. ماشا والدب هو كرتون بدأ عرضه في روسيا عام 2009، وفي بداية عرض الكرتون كان باللغة الروسية فقط، ولكن بعد مرور عدة سنوات الكرتون ترجم إلى 42 لغة، ومن بعدها اشتهر بشكل مو طبيعي كل أنحاء العالم، وعجب كثير من الناس حتى الكبار في العمر يشاهدونه. كرتون ماشا والدب بالبداية كان مستوحى من قصة حقيقية حدثت لبنت اسمها ماشا، وكانت نهاية البنت ماشا مأساوية. في حكايتين تتكلم عن ماشا والدب، فأنا راح أتكلم لكم عن الحكاية الشعبية وبالأخير أتكلم لكم عن ماشا. خل أحكي لكم عن كرتون ماشا والدب اللي ينعرض في التلفاز. الكرتون يبدي ببنت مشاكسة اسمها ماشا، وكانت تعمل مقالب في الحيوانات وتمزح معاهم، ولكن مزحها كان مبالغ فيه بحيث الحيوانات بدأت تخاف منها. بس بيوم من الأيام ماشا وهي تلعب شافت منزل صغير ودخلت إليه، بس عرفت إنه هذا المنزل لدب كبير، وهذا الدب كان يشتغل في السيرك، ولكن صار كبير بالعمر وتقاعد. فالدب لما عرف في بنت في بيته حاول بكل الطرق انه يطردها، ولكن ماشا كانت رافضة انه تتركه، وكانت اينما يذهب تأتي معه، وبعد فترة صاروا اصدقاء وصاروا يحبوا بعض. فهاي كانت قصة ماشا والدب في الكرتون. هسه نتكلم لكم عن القصة الشعبية لماشا والدب. بيوم من الأيام ماشا قررت تذهب لقطف التوت والفطر، وكالعادة أخذت إذن من جدها وجدتها للذهاب إلى الغابة، بس حذروها من الدب البني، وكذلك قالوا لها إنه ما تبتعد عن أصدقائها. وفعلا ذهبوا وكان كل شيء طبيعي، ولكن بعد 10 دقائق تقريبا ماشا ضاعت عن أصدقائها ونسيت طريق العودة. فماشا قامت تصرخ بصوت عالي ولكن لا أحد يسمعها. ولما حل الظلام دخلت ماشا إلى كوخ صغير مهجور في وسط الغابة. البنت كان في بالها إنه هذا البيت لناس عاديين، ولكن تفاجأت إنه هذا البيت لدب كبير، وهو نفس الدب اللي حذرها جدها منه. لما دخلت رفض الدب أن يتركها تخرج، يعني أخذها كرهينة عنده، وقالت له أن يتركها تعود إلى المنزل، ولكن الدب كان يرفض. حاولت معاها بكل الطرق ولكن ما فاد، وقال لها أنت رهينة عندي، وكان يطلب منها أن تطبخ له الأكل، وهددها إن لم تطبخ سوف يقتلها. في البداية ماشا كانت تبكي بصوت عالي، ولكن بمرور الوقت استوعبت أنه لا يوجد مفر من هذا الدب الشرير، ولازم تلاقي خطة للهروب من الدب. في كل يوم الفجر كان الدب يذهب للغابة ليجمع الفواكه والخضار من أجل أن تطبخ إليه ماشا. وبقى الوضع على هذا الحال عدة أيام، ولكن في يوم من الأيام جاءت فكرة لماشا من أجل أن تهرب من الدب. بهذا اليوم طبخت ماشا فطائر، وعندما انتهت من تحضيرها طلبت من الدب أن يتركها توصل الفطائر لبيت جدها وجدتها، ووعدته أنها سوف تعود بسرعة. لكن الدب قال لها إنه هو الذي سوف يوصل الفطائر لجدتها وجدها. وبالفعل ماشا جهزت الفطائر ووضعتهم في سلة وأعطتها للدب، وطلبت منه أن لا يفتح السلة أو ينظر ماذا يوجد بها، وأخبرته أنها سوف تراقبه من فوق شجرة عالية. فالدب وافق على الطلب، ولما خرج لينظر الجو ممتاز للذهاب. بهاي اللحظة استغلت ماشا الفرصة ودخلت في السلة وغطتها لكي لا ينظر إليها الدب. وفعلا لما عاد الدب للبيت أخذ السلة لإيصالها لجد وجدة ماشا، وكان لا يعلم أن ماشا موجودة داخل السلة. المهم في الطريق أحس الدب بالجوع والتعب، فجلس تحت شجرة، ولما أراد أن يفتح السلة ليأكل سمع صوت ماشا عندما قالت له أن لا يفتح السلة. والدب حمل السلة فوصل إلى قرية صغيرة، لكن عندما دخل إلى القرية تجمعت حوله الكلاب وبدأوا ينبحون بصوت عالي من أجل أن يطردوه. وفعلا الدب خاف منهم وعاد إلى الغابة.
فخرج جد وجدة ماشا ليروا سبب نباح الكلاب، فوجدوا السلة أمام بيتهم، ولما فتحوها وجدوا ماشا وفرحوا جدا. وهذه كانت نهاية الحكاية الشعبية. بما انه عرفنا القصة الشعبية لماشا والدب، هسه نتكلم لكم عن القصة الحقيقية لماشا والدب. القصة الحقيقية لم تكن قصة مسلية، بل كانت قصة مأساوية. تبدأ القصة سنة 1820 في روسيا. كانت بنت صغيرة اسمها ماشا، فكانت ماشا تعيش مع والديها في قرية بسيطة، وكانت الحالة المادية مالتهم نص ونص. فبيوم من الأيام صار في القرية مسرحية، فماشا طلبت من أهلها أن يأخذوها إليه من أجل أن تشاهد أشهر فقرة في المسرحية، وهي فقرة الدب الأسود. هذا الدب اسمه أناتولي، وفعلا ذهبوا، ولكن بهذاك اليوم بالذات لم يكن الدب موجود في العرض. حزنت البنت لأن كانت أمنيتها أن تشاهد الدب، فخرجت من الخيمة الذي كانت بها المسرحية وذهبت إلى الدب، وكان هذا الدب في قفص حديدي. البنت ماشا كان في بالها أنه هذا الدب حيوان أليف، وقررت أن تفتح القفص وتلعب معه، فبحثت عن المفتاح، ولما وجدته فتحت القفص. فهجم الدب على البنت ماشا وماتت. المسؤولين سمعوا صوت الدب من بعيد، فطلعوا كل الناس اللي موجودين في الخيمة وشافوا الدب اللي هاجم البنت، والحراس حاولوا مع الدب ورجعوه إلى القفص، ولكن فات الأوان والبنت ماشا ماتت. فبسبب هاي الحادثة انتشرت هذه القصة، وبعد سنوات القصة تغيرت وتحولت إلى حكاية شعبية التي ذكرناها سابقا. ولهنا وصلنا لنهاية المقطع. لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة، وانطونا رأيكم باسم القناة الجديد، هل حلو أم لا؟ مع السلامة.